اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم الاخوان ديالي غادي نشوفوا واحد الروبورتاج من قناة مصرية على التطور ديال المغرب وعلى كيفاش المغرب ولا تيصنع السيارات وعلى كيفاش تيصايب اجزاء الطائرات وبزاف ديال الصناعات وبزاف ديال الامور اللي تتكون في المغرب. شوفوا هذا الروبورتاج هذا غادي زوين بزاف، انا بصراحة شخصيا عجبني وبغيت نشاركه معكم. نتمنى ان نتوما يعجبكم. ما نطولش عليكم، نمشيو نشوفوا هذا الروبورتاج هذا ونتلاقاو في الاخر ديال الفيديو. اعتمادها الاساسي كان على حاجات زي البرتقال والزيتون والقمح، وطبعا السياحه كانت ليها مكانه كبيره، خصوصا ان البلد جميله ومليانه معالم تاريخيه. لكن فجاه كده المغرب قررت تعمل نقله مش عاديه، اتحولت من بلد بتصدر البرتقال لبلد بتصدر عربيات وطاقه متجدده. أحد المختصين في قطاع الطيران كان يقول: لا توجد طائرة تحلق في السماء لم تصنع المغرب أحد أجزائها. في المغرب في 42 مصنع بيصنعوا 500,000 قطعة بتتركب في 30 نوع طائرة مختلفة حول العالم. تعال اقول لك الحكايه. في 2014 المغرب اطلقت خطه اسمها مخطط التسريع الصناعي. الاسم لوحده يوحي ان في طموح كبير، والهدف ان هم يخلوها بلد صناعي بمعنى الكلمه، يعني مصانع اكبر، فرص شغل اكتر، وصادرات تغزو العالم. ده كان المخطط. طب ازاي قدروا يعملوا الكلام ده؟ تعال نشوف. الموقع السحري. الموضوع كله بدأ من الموقع الجغرافي. المغرب ربنا اداها موقع زي ما تقول كده في قلب الدنيا، قريبه جدا من اوروبا، بينها وبين اسبانيا حوالي 14 كيلومتر بس، يعني كوبايه شاي. ده غير انها بتطل على البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي، وده خلاها حلقه وصل بين افريقيا واوروبا وحتى امريكا. شركات كتير لما شافت الموقع ده قالت احنا لازم نفتح هنا، وده اللي خلى المغرب تستثمر جامد في البنيه التحتيه. عندك مثلا ميناء طنجة المتوسط. الميناء ده مش مجرد مكان لتحميل وتفريغ الحاويات، ده واحد من اكبر المواني في العالم، بيتعامل مع اكتر من 9 مليون حاويه كل سنه، ومرتبط بحوالي 180 ميناء حوالين العالم. عاوزك تعرف ان التجاره بين المغرب واوروبا لوحدها بتشكل حوالي 60% من اجمالي الصادرات والواردات المغربيه. اكتر من 54 دوله افريقيه بتعتمد على المنتجات المغربيه في الصناعات والخدمات، صناعه العربيات والطيارات. طب اقول لك على حاجه ممكن تضحك. المغرب بقت اول دوله في افريقيا في صناعه السيارات. والله تخيل ان النهارده بقت بتصدر عربيات لفرنسا واسبانيا والمانيا وحتى امريكا وكندا. رينو لوحدها عندها مصنع في طنجة من اكبر مصانع رينو في العالم، بينتج اكتر من 400 الف عربيه كل سنه. حوالي 90% من الانتاج بيتصدر لدول اوروبيه زي فرنسا واسبانيا. مصنع بيجو الكونيترة طاقته الانتاجيه بتوصل ل 200 الف عربيه سنويا، بيعتمد على مكونات مغربيه بنسبه 60%، وده رقم ضخم جدا. وكمان ستروين عندها مصنع تاني في الكونيترة. في 2023 صادرات السيارات المغربيه وصلت ل 13 مليار دولار. المغرب بقت بتصدر عربيات واجزاء سيارات ل 74 دوله حول العالم، منهم اليابان وامريكا وكندا. وانا هنا مش بتكلم عن تجميع عربيات وبس، المغرب بتصنع اجزاء معقده جدا زي المواتير، واجزاء الكترونيه بتروح لشركات كبيره زي BMW وفولكس فاجن. المغرب ما وقفتش لحد هنا. صدق او لا تصدق، المغرب مش بس بتصنع عربيات، ده كمان بتصنع اجزاء طيارات. قطاع الطيران المغربي بقى عامل قفزه هائله في السنوات الاخيره. طب ازاي حصل ده؟ استثمارات اجنبيه. شركات عالميه زي بوينج وايرباص فتحوا مصانع ومراكز تصنيع في المغرب. الصناعه دي معتمده بشكل كبير على منطقه ميت بارك اللي بتوفر كل التسهيلات اللوجستيه للشركات العالميه. التدريب والتعليم. المغرب استثمرت في تدريب الكوادر المحليه. النهارده عندك اكتر من 17,000 مغربي شغالين في قطاع الطيران. مراكز التدريب زي المعهد الوطني للطيران بيوفر تدريب على اعلى مستوى للشباب. قطاع الطيران بقى بيمثل 7% من الناتج الصناعي المغربي. في 2023 صادرات الطيران زادت بنسبة 45% عن السنة اللي قبلها، ووصلت ل 3 مليار دولار. الطاقة المتجددة. وأما بقى عن الطاقة، شوف العالم كله دلوقتي بيحاول يبعد عن الوقود الإحفوري ويعتمد على مصادر طاقة نظيفة. المغرب قالوا احنا مش هنلحق بس، احنا كمان هنسبق. عندك محطة نور للطاقة الشمسية في ورزازات. المحطة دي عملاقة، واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بتغطي مساحة 3000 هكتار، يعني حوالي 30 كيلومتر مربع. بتنتج طاقة تكفي حوالي 1.1 مليون منزل. طاقة الرياح. المغرب استثمرت بشكل كبير في مزارع الرياح. الهدف هو تغطية 52%
من احتياجات الطاقة في البلاد بمصادر متجددة بحلول 2030. والأجمل من كده إنهم بدأوا يصدروا الطاقة لدول أوروبية، يعني مش بس بيغطوا احتياجاتهم، ده كمان بيدخلوا فلوس من التصدير. في 2024 المغرب بقت بتصدر الطاقة لدول أوروبية زي أسبانيا والبرتغال. استثمارات الطاقة المتجددة وفرت أكتر من 50,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. المناطق الصناعية أسرار النجاح. المغرب دلوقتي فيها أكتر من 149 منطقة صناعية، كل منطقة فيها شغل مختلف ومتميز. خليك معايا، ميناء طنجة المتوسط مش بس ميناء، ده مدينة صناعية ضخمة فيها أكتر من 1300 شركة وبتوفر شغل ل 115,000 شخص. القنيطرة مركز صناعة السيارات، مصنع بيجو لوحده هناك بيشغل آلاف العمال. الجرف الأصفر متخصص في الصناعات الكيميائية وخصوصا معالجة الفوسفات. المغرب هنا من أكتر الدول تصديرا للفوسفات في العالم. في 2023 صادراته من الفوسفات وصلت ل 3 مليار دولار. برشيد وفاس الصناعات التقليدية والغذائية، المنطقة دي بتضم شركات صغيرة ومتوسطة وكلها بتصدر منتجاتها لدول أوروبا وأمريكا. سياحة صناعية. الحاجة اللي بجد عجبتني إن المغرب مش بس حولت الصناعة لحاجة قوية، لكن كمان عملت منها مجال جديد للسياحة. والله في مناطق صناعية زي طنجة والمتوسط بيعملوا زيارات سياحية للطلاب والشباب عشان يشوفوا بعينيهم الإنجازات دي. ده كمان الشركات دي بقت مصدر إلهام للأجيال الجديدة. نظرة للأرقام الكبيرة. بص يا سيدي، عشان نفهم قد إيه المغرب اتغير، في 2023 صادرات السيارات المغربية وصلت ل 13 مليار دولار. قطاع الطيران جاب حوالي 3 مليار دولار. الصناعات الكيميائية زي الفوسفات بتولد أكتر من 2.5 مليار دولار سنويا. قطاع الطاقة المتجددة لوحده خلق أكتر من 50,000 فرصة عمل. المغرب مش بس بتنافس في أفريقيا، دي بقت لاعب كبير على الساحة العالمية. في النهاية القصة مش مجرد أرقام، دي دليل على إن أي بلد عندها رؤية واضحة وتخطيط مظبوط ممكن تعمل المعجزات. المغرب أثبتت إن النجاح مش بس بالحظ، لكن بالشغل الجاد والاستثمار في المستقبل. اخوان، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كما شفتوا هاد القناه المصريه مشكوره الطريقه باش يهضروا على المغرب وكيفاش المنجزات اللي تدوز في المغرب والصناعه في المغرب، يعني طريقه زوينه وعجبوني انا بزاف. وتتشوف الطريقه باش يهضروا خوتنا المصريين، فرق كبير بينهم وبين الدوله العالم الاخر وتونس، يعني فرق كبير بين هادو وبينهم. يعني الطريقه باش يهضروا تتحس بان السيد تيهضر بفخر وبحال تيهضر على بلادو، يعني ما تتحسش في الهضره ديالو بان كاين شي حقد شي غل كما هاد الجزائر ولا تونس حتى هي اللي ولات غادا في الصف ديالهم. يعني تنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تنساوناش من شي جيم، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. والى فيديو قادم ان شاء الله، الى الملتقى.